النهارده احنا في حكاية هند. ما تراه ليس كما يبدو. أول قصة اتعرضت وردود الأفعال كمان حلوة جدا والناس الحمد كلها لله. حابة المسلسل. الحمد لله. كلمنا عن حكاية هند. في الأول بس ببارك لأخويا وصاحبي أحمد خالد صالح. الحلقة بتاعته حلوة جدا جدا جدا. مريم الجندي بجد، وخالد أنور عملوا حلقة قوية جدا جدا جدا، والحمد لله عملوا بداية لذيذة قوي لينا كلنا وإن شاء الله بإذن الله يبتدوا هم موجة نجاح احنا نكملها بالحكاية بتاعتنا. وببارك لهنادي على الدوت اللي موجودة دلوقتي، وأحمد جمال سعيد ويوسف عثمان. ويا رب ان شاء الله باذن الله احنا يعني رايه تسلم رايه، هم بداوا بالنجاح والقصه اللي بعدها تبقى انجح، والقصه اللي بعدها تبقى انجح، والقصه اللي بعدها تبقى انجح، فيبقى احنا كلنا عملنا مع بعض موسم ناجح. حكايه هند كل اللي اقدر اقول عليها ان هي هتلمس قلوب كتير قوي. مش عايز ابقى بقول كلام مكرر يعني في اي حد بيخش عمل يعني، بس هو الحاجه اللي شدتني للمسلسل ان هي ترو ستوري. دايما الترو ستوري بيبقى ليها طبع خاص او ملمس خاص لقلوب الناس اللي بتتفرج. وفكره ان الناس بتتفرج وهي عارفه ان الحدث ده حصل بكل تفاصيله، بكل حتى البصات الصغيره اللي بتحصل ما بين الممثلين دي حصلت، واحنا بنبقى حاسينها، بتبقى اتحكت من سواء المؤلفه هند عبد الله، المخرج المحترم قوي 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 استاذ خالد سعيد. التفاصيل دي كلها هنحطها مع بعض، انا اظن ان شاء الله باذن الله احنا هنقدم حاجه لذيذه قوي ان شاء الله باذن الله تليق بينا وتليق بالجمهور ان شاء الله.